مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسبرين فوق ال40 سنة حاليا بنكتبه للمرضى في عيادتنا ولا لأ؟ كنا زمان قديما من 10 سنين ولا حاجة، أي مريض فوق ال40 سنة بنقول له خده كوقاية من الجلطات، وخصوصا جلطات القلب الMI وخلافه. ولكن الوقت الرولز أو القواعد أو الريفرنس المحترمة لأ، وضع الضوابط. ليه؟ لأن ده يا جماعة نون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، وأحيانا بيعمل بليدنج عند بعض البيشنت، تمام، وبعض البيشنت بيعمل لهم مع الوقت سيفير جاسترايتس، مع الوقت ممكن تقلب معانا بيبتيك ألسر. فهو في الاخر مش دواء، يعني مش ميه، مش المريض مش بيشرب ميه زياده، لا ده في الاخر ميديكيشنز او ميديكيشن. فبالتالي لازم اشوف المريض ده فعلا محتاجه ولا مش محتاجه. مين حاليا اللي فوق ال40 سنه بنديله الاسبرين؟ بالنسبه للبيشنت اللي بديهولهم كبرايمري بريفنشن، المريض الهايبرتنسيف بيشنت، الدايابيتيك بيشنت، المريض اللي بيعاني من ديسليبيديميا، المريض السموكر، تمام كده. معنى صح البيشنت اللي عندهم خطر او ريسك فاكتور قويه لاسيسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. البيشنت دول من 40 لحد 70 سنه بنديهم الاسبرين الجرعه المعتاده من 75 ل 100 مللي جرام. في الماركت عندنا 75 مللي جرام، تمام. لو البيشنت خد حاجه 81 مللي جرام في تركيزات واحده مفيش مشكله، 100 مللي جرام مفيش مشكله، كلهم تقريبا نفس الغرض، ما عندناش اي مشكله خالص. او بنديه البيشنت كسكندري بريفنشن، بيشنت بالفعل جاله قبل كده MI، بيشنت بالفعل جاله قبل كده اسكيميك ستروك، طبعا مش هيموراجيك، اسكيميك ستروك كان فيه انسداد مش كان فيه نزيف، تمام. البيشنت هو بريفرال ارتري ديزيز، البيشنت هو ستيبل او عندهم هيستوري ستيبل او انستيبل انجينا، تمام. في كل المرضى دول او المريض اللي عمل قسطرة بالفعل، المرضى دول بياخدوا الاسبرين كوقايه، تمام كده. طيب مين بقى اللي مش بنديله الاسبرين فوق سن 40؟ ان مريض ما شاء الله زي الفل، ما عندوش اي ريسك فاكتور من الحاجات السابقه، ما عندوش اي هيستوري لMI لستروك او تحديدا اسكيميك ستروك، اي حاجه من السابق ذكرها، وما شاء الله هيلسي وزي الفل ما عندوش اي مشكله. بقول له انت ممكن تاخد الاسبرين يعمل لك مشاكل مش يفيدك، يعمل لك جاسترايتس، مع الوقت يعمل لك بيبتيك ألسر، يزود من خطر جاستروانتستينال بليدنج عندنا. عشان كده بعض الميلز لما بيفضلوا واخدين، او حتى الفيميلز، بس بيبان اكتر عند الميلز، لان الميلز مش الطبيعي ان يكون عندهم انيميا زي الفيميلز لاسباب فسيولوجيه احنا عارفينها. فالفكره ان استخدام المتكرر النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز بما فيها طبعا دلوقتي بتكلم عن الاسبرين، ده ممكن يكون مشاكله اكتر من مميزاته. فاذا اي مريض فوق 40 سنة ياخد اسبرين ولا لا، هقول لك على التفصيل، مش زي زمان بنديه روتين لكل مريض. وهل هو ليه رول في موضوع الكابروفلاكسس لكولوريكتال كانسر؟ هنناقش الموضوع ده قبل كده، لان هو كان الجايد لاينز كانت زمان بيريكومند، ودلوقتي بعض الجايد لاينز ريكومند وبعضها لا. هنبقى نناقش ان شاء الله الموضوع دوت في فيديو قصير، لان احنا اتفقنا فيديوهاتنا تبقى قصيرة ما قل ودل. اتمنى يا رب تكونوا انتفعتم بالفيديو. رجاء الناس اللي مش مشتركة معنا في القناة تشترك، لان دوت بيساعد ان الفيديوهات توصل لاكبر عدد يعني.